بسم الله. الكود اللي معانا النهارده زي ما احنا شايفين كده بنكونسول لوج للواحد، وبعد كده بنعمل سي تايم اوت وبنلوج جواها الاثنين، وبعد كده بنعمل كونسول لوج للثلاثه. طيب، ايه الكود المتوقع والناس ممكن تتوقع ايه؟ ممكن الناس تتوقع اللي هو زي ما احنا شايفين في الكود كده هيبرنت واحد، وبعد كده اثنين، وبعد كده يبرنت ثلاثه. طيب، هل ده صحيح؟ لا، هو ده مش صحيح خالص. ليه بقى؟ علشان هنا دور السي تايم اوت اللي بيحصل، يعني الدور بتاع احنا دلوقتي احنا عندنا بيكونسول لوج واحد، هيكون سلوك واحد عادي خالص. طيب، وبعد كده ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان السيت تايم اوت محطوطه بدون اي تايم، يعني محطوطه صفر. يعني مش محطوطه مثلا 100 ملي سكند، مش محطوطه اي حاجه، هي محطوطه صفر. فاللي هيحصل ايه؟ ان هو هيكون سلوك للواحد، وهنا بيقول له ان انت بعد ما تخلص كل اللي انت بتعمله، يعني في الكول ستاك كده، بعد ما تخلص الطابور اللي انت شغال فيه يرن الاثنين. فاللي هيحصل ايه؟ ان هو هيرن الواحد، وبعد كده هيدخل هنا، هيلاقي ان هو لازم لما يخلص كل الشغل او يخلص الست تايم اوت حتى لو بصفر، بس هي معموله ان هي تشتغل بعد ما يخلص رن الكود. فهيرن الواحد، وبعد كده يرن يلاقي كونسول ثلاثه، فهيرنها، وبعد كده هيمشي على الست تايم اوت. ده اللي هيشغله، فهيرن الاثنين حتى لو هي بصفر. يعني حتى لو هي ملهاش اي ارقام، هي حتى لو حطيناها بصفر، ولكن اللي هيحصل ان الكود بيفضل متاخر لحد ما الكود، يعني الكود بتاعها بتاع السيت تايم اوت بيفضل متاخر لحد ما الكود الاساسي يرن. وبعد ما الكود الاساسي يرن هتروح هي معموله رن. فاللي هيطلع لي ايه؟ هيطلع لي واحد تلاتة اتنين. خلينا نسيف ونرن كده. واحد تلاتة اتنين. شكرا.